السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. بسلم على كل متابعيني جوه مصر وبره مصر. وحشوني جدا، وما تنسوش في اللايك والاشتراك الجميل والتعليقات الاجمل والاجمل منكم ليا. كتر الف خيركم على متابعتكم الراقية. ربنا يا رب يكبر بخاطركم جبر يتعجب لاهل السماء والارض. امين يا رب العالمين. النهارده هنتكلم عن الذهب اللي جه للحاجه حلميه، وهي بتقول انا كمان عايزه اتحاسب. لو انا من ضمن اليوتيوبرات اللي بيتحاسبوا، انا كمان عايزه اتحاسب. فاكره حاجه حلميه لما جيت اتكلمتي على الموضوع بتاع السبايك والفلوس والدولارات اللي كانت زاهيه جايباهم معاها من المطار، وقعدت تتكلمي وتقولي والحقوني وشيلوني وما كنتش عايزه اشيل. انت شايفه الدنيا والعه، والناس عمالين يتقفشوا بالذهب وبالفلوس، وانت طالعه لنا باربع علب دهب. فالمفروض ان احنا نقول ايه؟ طيب من اين اتلك هذا؟ يطلع لنا بقى قنوات النقص اللي تبعك تقول لنا زهي. انا ماليش فيه بزهي. احنا دلوقتي طلعت لنا قناه اسمها حلميه داوود بتتكلم في الذهب، عايزين احنا كمان نسمع، عايزين نعرف الدهب ده جاي لك ليه وعشان ايه. ولو هو هديه، هي الهديه بتيجي بالمنظر ده؟ وخليه هديه كانت تبقى في الخف، مش في العلن، مش قدام الناس كده. بس الغرض منها ايه يا حاجة حلمية؟ طبعا طلعت امبارح القنوات طبعا وقعوا في بعض وبهدلوا بعض وفضحوا بعض. قنوات النقص طبعا يا جماعة اللي احنا عارفينها، اللي هما بيقولوا كلمة حق، هم ما يعرفوش يعني ايه حق اصلا، ولا يفهموا في الاصول اساسا. اتكلموا على ايه؟ ولا بتتكلموا عشان تلغوشوا على موضوع الذهب؟ دي تمثيلية عشان تعملوها مثلا عشان الذهب. وفي نفس ذات الوقت برضو ايام العربية بتاعت طارق طلعتوا برضو بهدلتوا الدنيا على زاهية، وبقيتوا بقى سايبين كل حاجة وماسكين في القنوات اللي طالعين على بعض، القنوات الصغيرة، وسبتوا موضوع حلمية وبرضو ماسكين في زاية عشان ما نقولش لطارق من اين اتى لك هذا يا طارق. طبعا ايا كان ومهما كان ارباحك يا حاجة حلمية على اليوتيوب والفيسبوك عمرها استحالة هتجيب لك العربية اللي ابنك راكبها، ولا هتجيب لك الذهب ده، ولا هتعيش العيشة برضو الحلوة اللي انت عايشاها دي، وكلنا ملاحظين. لما انا اجي اتكلم على نرمين واسب في عرض العروسة اللي هي لسه متجوزة مرات محمد ابن زاهية، واحط نرمين قسطة، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ويقعد في عيالكم. نرمين اتجوزت وشبعت جواز، واتجوزت بدل المرة 2 و3. حرام عليكم، سيبوا اللي لسه بتقول يا هادي في حياتها. طلع لنا النهارده بلبنى داود، طلعت بلايف لايف ردت فيه رد يا ومحروقه قوي. وبدل ما تلفوا على القنوات، لا تعالوا لي هنا وقتي وش في وشكم عشان اتكلم. هو انتوا ليه دايما سايبين الحمار وماسكين في البردعه؟ يعني انت ماسكه في حمى اختك وسايبه اللي طول الليل عمال يقسم على اختك اللي بيتقال له يا باشا ويا استاذ ويا محترم. ما انا عايزه افهم. طيب مش هو اللي طول الليل عمال يسب في اختك ويقول اختك في الشاليه مع كذا، واختك معاها وراجل كذا، واختك جايب لها كذا؟ هو انتوا سايبين اللي بيتقال ده وجايه تمسكي في حمت اختك اللي هي ام طليقها؟ ما انا عايزه افهم. ام طليقها لازم تتكلم مقهوره على ابنها ومحروق دمها على ابنها، بتتكلم صدق بتتكلم كذب. هو معروف ان هي مقهوره ومحروقه على ابنها، اللي هو اصلا رانيا محرمه العيال يعرفوا ابوهم، وده حرام شرعا يا جماعه. المفروض رانيا تعرف العيال على ابوهم. العيال كبروا، العيال كبروا، الواد لازم يروح لابوه يعرف ابوه، والبنت في الاخر مش هيحط ايدها في ايد اللي هتتجوزه غير ابوها. لكن انتوا عارزين الاصول ليكم في حاجات ونسينا في حاجات، وطالعه بيها مشروره قوي، مشروره قوي يا لبنى على حمت اللي كان متجوز رانيا، حمت اختك قصدي اللي هي ام طليقها، مشروره قوي عامله ووريني شكلك وانتوا ما عندكوش راجل، وعارفه بنت اختك مين اللي موتها واللي ما اعرفش خنقت نفسها ليه وكانوا ماسكين ما اعرفش مين عند اخته. ايه القرف ده؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ بس هقولك ايه، ما انتوا دايما كده يا ولاد داوود بتسيبوا الحمار وتمسكوا في البردعه. زي ما زي اختك متهانه ومسبوبه عرضها من الدنيا كلها، ويا ريتك طلعت تشرتي قوي كده، ويا ريتك طلعت تقولي كلمه بما يرضي الله. قال انتوا بتطبلوا اللي انتوا عايزين تطبلوا له بس، وتعدوا اللي انتوا عايزين تعدوه. اللي انتوا مش عايزينه يعدي
مش هتعدوا، وبمزاجكم وبمزاجكم. انتوا شفتوا هناء طلعت قالت ايه وفي الفيوسات؟ صح، انا نسيت، صحيح انا نسيت كنت ارد عليك يا هناء من زمان. مش عارفه انت كنت جبت سيرتي باين في كومنت كده اتكلمت. صحيح، الحمد لله على السلامه. كانت الرحله حلوه، اتوفات الفسحه كانت جميله. عمر افندي عجبك ولا صدناوي؟ اهم حاجه بس عرفينا، صدناوي احلى ولا عمر افندي؟ فهمينا. ما انت بقى دول مش، ما انتوش اشكال ناس تروح عمره يعني. مش هتبقى قاعدين السقطه واللقطه ليل ونهار، وقاعدين تسبوا في الناس ليل ونهار، وفي الاخر نقول لكم تقبل الله عمرتكم. تعالي بقى يا هناء، انت بتقولي من قيمه اسبوعين كده كنت في لايف وبتقولي فيه انا اللي اسمها شيري دي اصلا انا مش بكلمها ومش عارفه، مش بدخل عندها عشان ما اعملهاش قيمه. مين اللي يعمل لمين قيمه؟ مين اللي يعمل لمين؟ انت ناسه لما كنت بتخشي قناتي وتتكلمي عندي وتتحايلي على مناصر تخشلك عندي، ولا انت نسيتي؟ واللي هيطبل لهناء هقول لكم، ما انتوا عارفين ان هناء بتجري ورا القناه عشان تتحايل على الداعمين، يبقى هتكدبوني ازاي؟ طلعوني انا كدابه كده؟ يبقى مين اللي كان بيدخل عند مين يا هناء؟ انا على فكره انا عارفاك ان انت قريبه زي، لكن كنت بتفرج عليك وما بعلقش عندك على فكره. لكن انت كنت بتخشي تعلقي عندي وتحضري لي اللايفات، ولا انت ناسيه؟ فاكره؟ فاكره لما كنت تقولي انا نفسي المناصر تيجي تعدي بس عليا؟ دلوقتي بتعملوا ايه في المناصر ومبهدلين المناصر؟ كوريا، فكرتني يا مناصر بكوريا. ما كنتش والله عايزه افتكرك، انا كنت عايزاكي اخدك يعني فيديو كامل ليك يا كوريا. بس يلا، مادام جيت على سكتي يبقى ايه، نقول الكلمتين اللي عندنا. انت رحت فين يا اخت؟ والنبي وحشتنا ووحشنا صوتك وريكورداتك العسل وانت بتتكلمي على الناس كلها. وايه القنا بقى يا اختي اللي ام احمد ماسكاها على مناصر وعلى مفالح عشان كده بيرجعوا لها تاني؟ انا عايزه افهم. والقنا ديت ايه يا اختي عشان بس نعرف؟ ما لو كان في قنا معاكي هيبقى في قنا معاها. يبقى احنا نصدق ايه دلوقتي؟ نصدق اللي اخوكي قالوا عليكي انت والدعمه بتاعتك؟ قولي لي بس. ما هو مناصر ده لو في انك كانت مع ام احمد اهو زي ما انت بتقول، لكن مناصر سايبه ام احمد بقالها كتير وانت عارفه. واللي انتوا عملتوه في مناصر مش شويه، مش شويه ابدا. لما احمد طلع عليها كتر خيرك شكرا، عشان اللي انتوا بتعملوه فينا طلعتوا علينا بهدلتونا، رغم الراجل ما شتمهاش ولا سبها ولا قال لها دبش اديكي بشبشب الحمام زي ما انت ما قلتي يا كوريا، ماشي، على ستكم مناصر. وزي ما انت ما قلتي، انا على فكره يا جماعه والله الفيديو ده مش عشان حد قسما بالله، بس الكلام بيجيب بعضه. انتوا كلكم مستنقع زباله، فكلكم بتجوا بالدور سبحان الله. شفت انا بدات الفيديو بايه؟ ومش عارفه انا هنهيه بيكي ولا بمين. استني بس خليكي معايا. كوريا صحيح، هو انت فين من كل اللي بيحصل الايام ده؟ شايفاكي مخفيه يعني، بس سمعنا صوتك الجميل كنت بتطلعي تسبيني احلى سب وتشتميني احلى شتيمه وتسبي امي اللي انت اصلا ما تطوليش تشيلي جزمتها على راسك. امي اصلا ما ترضاش عشان راسك تنجسها، وانت عارفه كده كويس. انت فين يا اختي دلوقتي؟ رحت فين؟ بتسمعي اخوكي بيقول عليكي ايه؟ تسمعي اخوكي والريكوردات بتاعتك طالعه؟ شفت الكلاب اللي كانوا طالعين بيعرضوا عليكي؟ شفتي فضايحهم وانت بتتكلمي عليهم؟ شفتي بتقولي عليهم ايه؟ بالهنا والشفا، بالهنا والشفا. انا نفسي حد يطلع لي ريكورد بقى وانا بتكلم على حد كده، عشان انا مش بتاعت كده، عشان انا متربيه وبنت ناس وبنت اصول، انتوا ما تعرفوش عنها حاجه. هو انتوا ولاد ناس اصلا؟ وانتوا لو ولاد ناس كنتوا تعملوا على منكم كده؟ بنت بلدكم انا عملتوا فيا ايه؟ كنت برفع لكم منتديات وكنت بحضر لكم اللايفات واعلق لكم على الفيديوهات. ليه؟ عشان ربنا يكرمهم، عشان ربنا يرضيهم، عشان وفي الاخر عملتوا ايه؟ سب وشتيمه وكذره وقله ادب. شوشو، القناه بتاعتك فين؟ عشان وحشتني، وحشتني بجد، بحب اتفرج على جمالك. هو انت رحتي فين يا شيماء؟ شيماء، انتوا رحتوا فين يا جماعه؟ عايزين بس نعرف انتوا فين، عشان احنا وحشنا سبكم وشتمتكم وقله ادبكم اللي احنا متعودين عليها. احنا مش متعودين على السكينه دي، احنا عايزين حاجات حيه، عشان هنحولكم لوزاره الداخليه حالا حالا. وقت كده الشكاوي دلوقتي ما شاء الله موجوده دلوقتي في لايف كذا وبيتقال عليه كذا. بتقولوا قناه حق، قناه الحق اللي بتتكلموا على دي صحيح؟
اللهم صل على النبي على جلجلتك في الشتيمه والالفاظ، وتعيبي على الناس وانت كلك معياب. ده انت كلك الفاظ. انا اتكسف لو نور بنتي قاعده جنبي تسمعك، مع ان نور ما تفهمش حاجه، ما بالك بقى لو عيالك كبار. قناه حق ايه؟ ده قناه الحق دي تبقى محترمه وتقول كلمه ترضي الله ورسوله، مش تقول كلمه كل كلامها سب، وكل كلامها قذرة، وكل كلامها قلة أدب. واللي ترضاه على نفسها ما ترضاش على الناس، واللي ترضاه على الناس ما ترضاش على نفسها. انت ايه؟ انتوا كلكم ايه؟ وتقولوا لا احنا مش كلاب جنيه. كلاب؟ ده انتوا ديابة جنيه مش كلاب جنيه. ده انتوا أفيال الجنيه. كلاب الجنيه ايه بس؟ ده الكلب يقول لكم يا أساتذة. انتوا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم، وكل من قال قناة نقد وانا على حق. انت مش هتبقي على حق قدام ربنا، لان انت عارفة بينك وبين ربنا انت بتتكسفي تقولي يا رب وتذكري الله حتى وانت بتتكلمي، عشان انت عارفة ان ربنا متبري منك ومن كلامك انت واللي زيك وكل القنوات القذرة الزبالة. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم. يا ريت بقى نسمع صوتكم بقى، عايزين نسمع صوتكم، والالفاظ والسب والشتيمه والشخر والحاجات الحلوه اللي انتوا كنتوا بتعملوها في رمضان دي والايام اللي فاتت. ويا ريت يا كوريا بقى تطلعي ترد علينا في اللي اخوكي قاله كله. احنا مستنيين ردك. يلا يا حبايبي، مع الف سلامه.